بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، سنة تانية إعدادي. بنكمل حل علوم من كتاب الامتحان 2023 الترم التاني. وصلنا لاختبارات الشهور على الفصل الدراسي التاني. وصلنا لصفحة 74 من كراسة التدريبات. نحل اختبار 2 على شهر فبراير. صوب ما تحته خط. 1. الجسم الذي تردده 100 هرتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة. عايزين نصوب 100. طبعا هنا هنحسب التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. نعوض في القانون. عدد الاهتزازات الكاملة 300 على الزمن بالثانية نصف دقيقة، يعني 30 ثانية. 300 على 30 بيساوي 10 هرتز. إذا حسبنا التردد، عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية طلع معايا 10 هرتز، فالمية هنخليها 10. 2. تعتبر حركة الأرض حول نفسها حركة موجية. عايزين نصوب حركة موجية. حركة الأرض حول نفسها دي حركة دورية دائرية، فهي دورية لأنها بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية، ولكن دورية مش موجية، دورية دائرية. حركة الأرض حول نفسها دورية دائرية. 3. الزمن اللازم هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة واحدة كاملة. اهتزازة كاملة. بنعرف الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة، يعني اهتزازة واحدة كاملة وليس 4 اهتزازات كاملة. 4. جميع الموجات الكهرومغناطيسية لها نفس السرعة في الفراغ، السرعة وليس السعة. الموجات الكهرومغناطيسية زي مثلا الضوء الراديو اللاسلكي بتنتشر في الفراغ بسرعة واحدة، 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. 2. اذكر أهمية الجاكوزي. الجاكوزي أو حمام العلاج الطبيعي يستخدم في فك التشنجات العضلية والعصبية. ده أهمية الجاكوزي أو حمام العلاج الطبيعي، يستخدم في فك التشنجات العضلية والعصبية. العضلية باستخدام موجات المياه الدافئة، والعصبية باستخدام موجات المياه الباردة. السؤال التاني ألف، اختر الإجابة الصحيحة. 1. في الشكل المقابل، سرعة انتشار الموجة تساوي كام متر على الثانية؟ بنستخدم القانون. إذا عين بتساوي فيها على زين. بنعوض في القانون. سرعة انتشار الموجة عين بتساوي، بنقسم المسافة اللي بتقطعها الموجة بالمتر على الزمن بالثانية. لو بصينا لمحور الزمن عندي دي 2/10 ثانية، إذا الزمن بالثانية 2/10. 2/10 دي كام متر؟ عندي من القمة الأولى للقمة التالتة دول 2 موجة، من القمة الأولى للتانية دي موجة، ومن القمة التانية للتالتة دي موجة، إذا دول موجتين. الموجتين عملوا 4 متر. هنا 2/10 ثانية دي نص موجة. الموجتين عملوا 4 متر، إذا نص الموجة عملت 1 متر. بنقسم 1 على 2/10 بيساوي 5 متر على الثانية، فهنختار 5 رقم جيم. 2. أي الموجات التالية تتكون من تضاغطات وتخلخلات؟ الموجة اللي بتتكون من تضاغطات وتخلخلات هي الموجة الطولية. الموجة الطولية هنا هي موجة الصوت، فهنختار رقم ألف. موجة الصوت دي موجة طولية بتتكون من تضاغطات وتخلخلات. أما الضوء الراديو الماء دي موجات مستعرضة بتتكون من قمم وقيعين.
3. إذا كان تردد جسم مهتز 40 هرتز، فإن حاصل ضرب تردده في زمنه الدوري يساوي، هنختار 1 صحيح. رقم ألف 1 صحيح. أيا كان التردد كام هرتز، ماليش علاقة هنا بالتردد كام هرتز، يعني 40 مش هتهمني في السؤال. التردد ت في الزمن الدوري زين، لما نضربهم في بعض لازم ينتج 1 صحيح. ت في زين بيساوي 1. 4. في الشكل المقابل، وده بندول بسيط، تتحرك كرة البندول من س إلى ص. المسافة دي من س لص في زمن قدره 2/100 ثانية، فإن الزمن اللازم لعمل 3 اهتزازات كاملة يساوي كام ثانية؟ الثلاث اهتزازات الكاملة بتساوي 12 ساعة اهتزاز. الاهتزازة الواحدة الكاملة بتساوي 4 ساعات اهتزاز. طيب 3 اهتزازة كاملة فيهم كام ساعة اهتزاز؟ بنضرب في 4. 3 في 4 ب12. ليه ضربنا في 4؟ لأن الاهتزازة الواحدة الكاملة بتساوي 4 ساعات اهتزاز. إذا 3 اهتزازات كاملة 3 في 4 ب12. نبص في الرسم، من س لص دول 2 ساعة اهتزاز. من موضع السكون لس دي اسمها ساعة اهتزاز. من موضع السكون لصاد دي اسمها ساعة اهتزاز. إذا من س لصاد دول 2 ساعة اهتزاز. ال2 ساعة اهتزاز عملوا 2/100 ثانية. إذا 12 ساعة اهتزاز هيعملوا كام ثانية؟ هنا دول ده 2 ساعة اهتزاز ودي 12 ساعة اهتزاز، فنضرب ال2 ساعة اهتزاز في 6. 2/100 في 6 بيساوي 12/100. 12/100 ثانية. آخر سؤال، ماذا يحدث عند انتقال موجة صوتية من الهواء إلى الماء مع التفسير؟ الموجة في الوسط الواحد سرعتها ثابتة، ولكن بتختلف سرعتها من وسط إلى آخر. الموجة هنا هي الموجة الصوتية. الوسط اللي هتنتشر فيه مرة هتنتشر في الهواء ومرة هتنتشر في الماء. الموجة في الوسط الواحد سرعتها ثابتة، ولكن بتختلف من وسط إلى آخر. إذا سرعة الصوت في الهواء بتختلف عن سرعة الصوت في الماء. السرعة هنا هتتغير لأن عندي وسطين هواء وماء. طبعا عارفين إن سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية، وعرفنا في الدرس إن سرعة الصوت في المية 1500 متر على الثانية. إذا سرعة الصوت في الهواء 340 متر على الثانية، سرعة الصوت في المية 1500 متر على الثانية. فلما الصوت أو الموجة الصوتية بتنتقل من الهواء اللي هو سرعته أقل، سرعة الصوت فيه أقل، إلى الماء اللي سرعة الصوت فيه أكبر، هيحدث إيه؟ سرعة الصوت بتزيد أو سرعة الموجة الصوتية بتزيد. إذا الإجابة تزداد سرعتها مع التفسير، لأن سرعة الصوت في الماء أكبر من سرعة الصوت في الهواء. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل اختبار 3 على شهر فبراير، وعلشان يوصلك إشعار بالفيديو ده اشترك معانا في القناة وفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.